السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل الكنافة بالمانجا، نعملها بطريقة حلوة وطريقة سهلة، طريقة بسيطة ان شاء الله تعجبكم. عندي هنا الكنافة انا حطيتها في الفريزر يوم كامل، وبعد كده فرمتها في الكبة. ممكن عادي تكسريها يعني هتنعم معاكي بسهولة. وبعد كده ابتديت احط سمنة في الطاسة وبحمرها. يعني ممكن تحمريها سهل معاك وتحطيها في الفريزر كل ما تحتاجي تعملي منها عادي. عندي هنا هنحضر الكريمة. انا عندي كريمة هنا خام، عندي كوبايتين كريمة، كوباية الا ربع سكر، وكوباية مية من الفريزر، يعني مسلدة بس تكون فيها قطع من التلج. او حابة تستبدليها تعمليها بالحليب يعني او اللبن. يعني زي ما انتي حابة طبعا، بس اهم حاجة يكون اللبن ساقع. ضفت هنا كوباية، ابتديت اشغل المضرب. وهنا عندي الكنافة ابتدت تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده، ابتدت تتحمر معايا. طبعا انا هنا غالية السيرب، حاطة كوباية ونص سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة، عشان انا عايزة السيرب بتاعها يبقى تقيل يعني. وبقلبه كده مع الكنافة زي ما انتوا شايفين لغاية ما الكنافة كلها تشرب من السيرب. بس كده وكانت دزت معايا. هنا ممكن تعمليها في صينية كبيرة وتحطيها في الفريزر وتتقطع معاكي قطع عادي، او ممكن تعمليها في علب كده زي كل واحد مع نفسه كده. انا صراحة يعني كانت متاحة عندي العلب دي فحبيت اعمل فيها. حطيت هنا شوية من الكنافة وبسويهم طبقة يعني، وبحط طبقة من الكريمة. ممكن على الكريمة هنا تحطي مانجا او اي نوع فواكه يعني انت بتستخدماه. تحطي يعني بين الطبقات مانجا او فراولة، بس انا صراحة يعني استكفيت بالكريمة واستكفيت بالطبقة الفوقانية بس. بحط هنا برضو طبقة تانية من الكنافة. بس كده، وبحط طبقة تانية من الكريمة. الكريمة هنا زي ما انتم شايفين السمك بتاعها. انا حطاها هنا في كيس تلاجة، ممكن تستخدمي قمع حلواني. انا مرضيش استخدم المعلقة لاني مش هعرف اوزعها بالمعلقة. بحط هنا قطعة من المانجا، انا مقطعة هنا المانجا مكعبات زي ما انتم شايفين. بس كده وكانت اول واحدة خلصت معايا. هي على فكرة ممكن دي تنفع فكرة مشروع يعني، آه اللي حابب يعني يفتح مشروع كده. عملت هنا واحدة كمان معاكم. هنا بحاول بس اسويها بالمعلقة بس برضو معرفتش. بحط هنا طبقة برضو من الكنافة يعني زي ما انا عملت في الاول. معلش هنا كنت بعبي كريمة تاني في الكيس.
بعد كده بحط مكعبات من الفراولة، بس وكانت دي تاني واحدة دهست معايا خلاص. يعني هعمل كل الكمية بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين، بس هتنوع بنوع الشكل من فوق يعني. بس هعمل هنا واحدة بالنوتيلا، انا هنا جبت النوتيلا العادية اللي هي التجليد يعني هنا حاجة بتقضي الغرض. مش ضروري راح اجيب نوتيلا مثلا ب60 جنيه او ب70. وزعت كده النوتيلا زي ما انتوا شايفين كده. بس كده وكانت دازت معايا. هبشر عليها شوكولاتة، بشر كده على وشها من فوق. بعد كده زينتها بقطعة شوكولاتة زي ما انتوا شايفين، وكانت دازة معايا. بصراحة الشكل يعني يفتح النفس. وهنا كانت خلصت معايا، عملت واحدة نصها مانجا ونصها فراولة. هدربها دلوقتي، يعني كنت بدرب يعني الطعم وكده. كان طعمها تحفة. يا رب يكون عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم يعني. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، ولو عجبكم الفيديو دوسلنا كتبولنا تعليق حلو يعني كده، وضغطولنا لايك على القناة، خلي القناة تعلى بيكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.